قصيدة إهداء لروح المرحوم الشاعر شواخ الأحمد أبو أحمد. يقول أبو أحمد: جاني وأنا في وسط ربعي وناسي، جاني نشلني مثل ما ينشل الناس، مني نشل روح تشيل المآسي، وتشكي من أيام الشقا وتشكي اليأس، أثر الألم في سكرة الموت قاسي، ما هالني مثله وأنا إنسان حساس، جابوا كفن أبيض مقاسه مقاسي، ولفوا به الجسم مع الراس، وشالوني 4 بالنعش متواسي، عليه مغطى على جسمي الباس، وصلوا علي وكلهم في مآسي، ربعي ومعاهم ناس من كل الجناس، يا كيف سوى عقبنا تاج راسي، وأمي الحبيبة وش سوى بها الياس، أسمع صدى صوت يهز الرواسي، قولوا لها لا تلطم الخد يا ناس، قولوا لها حق وتجرعت كاسي، لا تحترق كل يبي يجرع الكاس، أصبحت في قبري ولابه مواسي، أسمع قريع نعولهم يوم تنداس، من يوم قفوا حل موثق لباسي، وعلي ردة الروح صوت الأجراس، هيكل غريب وقال ليه التناسي، صوته رهيب وخلفه 2 حراس، وقف وقال كنت يا ابن آدم ترى ناسي، هذه هي أعمالك تقدم بكراس، ومن هول ما شفت وقف شعر راسي، ومن هول ما شفت وقف شعر راسي، وانهارت أعصابي ولا ردت الأنفاس، وانهارت أعصابي ولا ردت الأنفاس.